بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: كتاب صدر عام 1962 عن صلاح الدين لا يزال يحتفظ بقيمته، إنه لنظير حسان سعداوي. المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي. صدر عام 1962، كتيب صغير يقع في 69 صفحة. المؤلف تلميذ محمد مصطفى زيادة، وعمل في كلية التربية جامعة عين شمس، وكان أصلا مدرسا في التعليم الثانوي. قدم للمكتبة العربية عدة أعمال: نظام البريد في الدولة الإسلامية، وطلعت هذه الرسالة في مكتبة الرسائل كلية الآداب في جامعة القاهرة. طبعت سنة 53. التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الأيوبي 1957. لا يزال هذا الكتاب عمل متفرد إلى يومنا هذا ونحن نتحدث 2025. 5 من معاصري صلاح الدين الأيوبي أيضا 57. 3 من مؤرخ الحروب الصليبية أيضا نفس العام. تاريخ إنجلترا وحضارتها في العصور القديمة والوسطى طبعة 58. جيش مصر في أيام صلاح الدين طبعة السنة 59. الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي طبعة 1961. في هذا الكتاب يشير نظير حسان سعداوي إلى أنه في مناقشة رسالته للدكتوراه أخذ عليه المناقشون عدم قيامه بتكريتيك دراسة نقدية للمصادر، فقرر أن يقوم بهذا العمل. الفصل الأول: المؤرخون المسلمون، ابن أبي طيب، ابن الأثير، ابن شداد، العماد الكاتب الأصفهاني، القاضي الفاضل. الفصل الثاني: المؤرخون اللاتينيون، ويليام السوري، فارس أرنول، شارل برواز، ثم موازنة بين المؤرخين المسلمين واللاتينيين، ثم المصادر العربية والمعربة. المؤلف إنسان خلوق، أهدى كتابه الصغير هذا إلى روح أستاذي المفضل المرحوم عبد الحميد العبادي. وهدي هذا البحث الذي جاء ثمرة توجيهاته السديدة وملاحظات القيمة الدقيقة يوم الثلاثاء 25 مارس 1952، حين اشترك في مناقشة رسالته للدكتوراه وموضوع التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الأيوبي. كان رحمه الله مؤرخا ناقدا منزها عن الهوى، بعيدا عن مواطن الزلل، عف اللسان، سعيا على التقويم والبناء. أخذ على الرسالة خلوها من فصل خاص بدراسة المصادر بوجه عام والمعاصرة منها بوجه خاص، فعزمت منذ إذن على تحقيق رغبته بإخراج كتيب عن المؤرخين المعاصرين للسلطان صلاح الدين الأيوبي، يشمل اللاتينيين منهم والمسلمين أحد السواء. وما أن فرغت من جمع وإعداد المادة التاريخية في صيف 57، حتى تفضلت مكتبة نهضة المصرية بطبعها في نشرتين: الأولى بعنوان 5 من معاصري صلاح الدين الأيوبي، وتنفرد بالحديث عن المؤرخين المسلمين وهم ابن أبي طيب، ابن الأثير، ابن شداد، والعماد الصاني، والقاضي الفاضل. والثانية بعنوان 3 من مؤرخ الحروب الصليبية، وتناولت الحديث عن المؤرخين اللاتينيين: ويليام السوري، الفارس أرنول، شارل براز. ولم يسبق فيما يعلم الباحث أن تناولهم أحد باللغة العربية. إنسان خلوق فاضل وكتاباته دقيقة، والعجيب أن كتيبا صدر عام 62 لا يزال يحتفظ بقيمته. فيما بعد طبعا سوف يقوم السيد الباز العريني بإعداد كتاب مهم مؤرخ الحروب الصليبية، الذي سيصدر في نفس العام، في عام 1962، قبل صدور الكتاب الموسوعي الضخم لأستاذنا العلامة رائد دراسات الحروب الصليبية سعيد عبد الفتاح عاشور. أترحم على نظير حسان سعداوي الذي لا تزال إلى الآن كتبه تحتفظ بقيمتها العلمية رغم سنوات عديدة على إصدارها. شكرا جزيلا.